انا بس ايه اللي خلاني اعمل كده؟ ما كنت في حالي، كافي خيري شري. ما انا ياما قلت لك، انت اللي ما سمعتش كلامي يا زعبله. كنت تضربني، اخنقني، اخبطني بالعربية، اعمل اي حاجة. قلت كتير ونصحت كتير، وانت اللي كانت دماغك ناشفه ولا نسيت؟ اخوك وعيل ودماغه صغيرة، اقرص عليا بزيادة، اعمل اي حاجة يا اخي. قرصت لحد ما ايدي وجعتني، كنت هعمل لك ايه تاني؟ امنعني بالقوة، بالعافية، بالبوليس. ما كنتش تسيبني اعمل كده في نفسي. جاي دلوقتي تعيط يا زعبله؟ ما عادش الكلام ده بيجيب نتيجه يا حبيبي. يعني ايه؟ خلاص رحت بلاش يا زعبلة. ايوه، الكلام مش هيرجع اللي راح. لا 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 لا، مش قادر استحمل الفكرة دي. لازم بقى تتعايش معاها يا جميل. ما كانش يومك يا زعبلة، ده انا كنت يوم من الايام برنس البرانيس وربنا. ودي نهاية كل متجوز يا عزيزي زعبلة. كنت بصحى براحتي واشتغل براحتي وانام في السرير بالطول والعرض براحتي. مش انت اللي قلت سرير المحبة يسعنا احنا الاتنين؟ دلوقتي بقى ضيق. بس زي علبة الكبريت يا سمير يا اخويا، تفلت من ايديها، رجليها تلبس في وشك. نام وشك للدولاب يا اخي. جربت كل الوسائل الممكنة، زي الاخطبوط يا سمير، اخطبوط مش عارف افلت ازاي. جرب تنام بره على الكنبة، على السجادة، على الانتريه يا سيدي. جربت، انا نمت جوه المطبخ، مفيش فايدة، متحاصر منين ما اروح ورايا. طب ما تطفش يومين كده عند والدتك، عند حد من صحابك. بتهرج؟ دي فيها خناقة اسبوعين يا عم وانا مش ناقص. طب اعمل لك ايه؟ مش انت اللي قلت الجواز هو الحياة؟ عيش بقى. كنت راجل دماغ، اسهر براحتي الوش الفجر، ارجع البيت الظهر المغرب، محدش يقول لي كنت فين. طيب ما من حقك تسهر يعني مع اصحابك ولو مرة في الاسبوع. انت ما تعرفش اخر مرة سهرت فيها للفجر حصل ايه؟ لا احكي لي. انا بحب اسمع اول الحكايات دي، احكي لي يا سيدي. رجعت يا سيدي لقيتها قاعدة على الانتريه وفاتحة التلفزيون على فيلم رعب. عشان تفرغ الطاقة السلبية اللي جواها أكيد. لا يا حبيبي، دي كانت بتشحن سين وجيم وسين وجيم، وكلمت أصحابها اللي كانوا معايا. يبقى بتغير عليك. مبروك يا سيدي، كده ديلك اتقطع. ده ديلي، وكمان علاقتي بأصحابي اللي شافوني يعني كده مش حمش يعني. الغيرة حلوة. تحب تشرب تاني؟ حاسس إنك شمتان فيا، مش عارف ليه. ما تقولش كده يا زعبل، ده انت اخويا، بس انا ياما نصحتك. أنا بقيت مش أنا. الأول كنت بختار الشغل اللي يريحني واللي يناسبني. ما هو لازم تعمل كده في شغلك، واوعى تشتغل اي شغل بالسلام. يا سلام، وكف منين طلبات الهانم؟ المصيف وهدوم الشتاء والشنط والجزم منين؟ بس اكيد هي متفهمة موقفك، مش كده؟ مرة وخمسة تقولي انت بتتبطر على النعمة، او النعمة بتقولي كده. لا انت صعبت عليا بصراحة، بس انا مش لاقي لك حل. طب اعمل ايه؟ يعني انا انكتب عليا اعيش كده؟ انا مش انا ده، حتى السفر مع اصحابي بقى ممنوع. لانها شايفة ان السفر مع صحابك بيفتح باب الشيطان يا خلبوص. شيطان مين يا عم؟ ده انا غلبان والنبي. غلبان دي بيني وبينك، لكن مراتك اشك انها شايفاك كده. انا في مرة سافرت كده اسكندرية، قلت اغير جو. يا سلام على اسكندرية، وهوا اسكندرية، وكورنيش اسكندرية، وحريم اسكندرية. ما انا كنت بقول كده، بس لما رجعت البيت غيرت رأيي بصراحة. ليه بقى يا زعبل؟ دي اسكندرية مارية يا اخي، وترابها زعفران. زعفران ده كان هناك، لما رجعت البيت سفيت انا تراب اسكندرية. ليه بقى؟ كنت جايب معاك تراب اسكندرية في العربية؟ لا، الهانم فتحت المحضر وكانت خناقة
خلصت بخناقة أكبر. ذكريات السفرية دي مؤلمة قوي. لوحدك في اسكندرية؟ مع صحابي. بتكذب عليا؟ لا يا حياتي. وكمان نستعين تقول لي يا حياتي؟ لا 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 لا، بلاش الصيني يليوي، كله إلا الكميات. لا لا، طب حسب وشي. لا 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 لا، حرام عليكي يا مفترية. لا زعبلة، انت حالتك ميؤوس منها. مش عارف، دورت كتير على حلول ليك ومش لاقي. أنا خلاص يا سمير يا أخويا، بتمنى العزوبية ترجع تاني وعشت الحرية ترجع تاني. حالتك دي بتفكرني بغنوة جميلة بتقول: قول للزمان ارجع يا زمان. وتفتكر هيرجع يا سمير يا أخويا؟ بص يا زعبلة يا حبيبي، كل اللي اقدر اقوله لك ان اللي بيروح ما بيرجعش، لا النهارده ولا بكره العصر. يا سيدي يرجع ولا ما يرجعش، ادينا عايشين. انا كل اللي عايزه من الدنيا دي اني اكل عيش. عيش يا زعبلة يا اخويا، عيش عيش وسيبني اعيش.